في الجزء الأول من قوانين القوة اكتشفنا نص اللعبة. عرفنا أن القوة مش بس في السيطرة أو النفوذ، لكن في الفهم، في الصبر، وفي إنك تعرف إمتى تتحرك وإمتى تختفي. اتكلمنا عن قوانين بتكشف الجانب الخفي من النفس البشرية، إزاي تتعامل مع الناس من غير ما تبان ضعيف، وإزاي تحافظ على مكانك وسط عالم كله تنافس ومصالح. لكن النهاردة الرحلة بتدخل منطقة جديدة. ال 24 قانون اللي باقيين مش بس عن القوة، لكن عن البقاء، عن الذكاء، وعن اللعب في مستوى تاني خالص. هنا هنعرف إزاي الناس العظماء بيبنوا سلطتهم، وإزاي كل خطوة محسوبة، كل كلمة متعمدة، وكل تصرف ممكن يغير المعادلة تماما. استعد بكمل الرحلة، لأن اللي جاي مش مجرد قوانين، اللي جاي هو الوجه الأخطر والأصدق للقوة. القانون 25: قاعد صناعة نفسك. ما تستناش العالم يعرفك، انت اللي تحدد صورتك. لو ما كنتش مبسوط بنسختك الحالية، غيرها. الأسد ما اتولدش ملك، هو اختار يبقى كده. القانون 26: خليك نقي في المظهر، حتى لو اللعبة معقدة. الناس بتصدق العين أكتر من الكلام. احفظ صورتك نظيفة حتى لو المعركة ورا الكواليس. خليك دايما النور وسط الفوضى، لأن الصورة النقية هي درعك الأول ضد الشك. القانون 27: استخدم حاجة الناس للإيمان بشيء. كل إنسان بيدور على فكرة يتمسك بيها. خلي رسالتك هي الفكرة دي. مش لازم تكون نبي، لكن خليك رمز للأمل أو القوة. اللي يقدر يحرك الإيمان بيملك القلوب والعقول. القانون 28: ادخل المعركة بكل جراءة. لو دخلت متردد، خسرت قبل ما تبدأ. اللي ياخد خطوة بثقة بيخلي اللي حواليه يصدقوه. حتى لو خايف، مثل القوة لحد ما تبقى فعلا قوي. الجرأة هي أول طوبة في طريق السيطرة. القانون 29: خطط للنهاية من البداية. اللي ما يعرفش عايز يوصل فين عمره ما هيوصل. ارسم الطريق من أول لحظة حتى لو التوقيت مش واضح. كل خطوة تحسبها صح هتوفر عليك سنين من التوهان. اللي بيشوف النهاية بيقدر يوجه القدر. القانون 30: خليك دايما طبيعي حتى لو تعبت. اللي بيبان عليه المجهود بيخسر السحر. خلي نجاحك يبان بسيط، كأنه بيجيلك بسهولة. ورا كل أمر سهل في مجهود خفي، بس محدش لازم يشوفه. ده سر الفنان وسر القائد وسر الساحر. القانون 31: تحكم في الخيارات. خلي الناس دايما تختار من اللي انت محدده. اديهم حرية شكلية، بس الطريق كله بيودي ليك. ده فن التحكم من غير إجبار. القانون 32: استخدم أحلام الناس. الناس بتعيش على الأمل، فقدم لهم صورة أجمل للمستقبل. اللي يعرف يرسم حلم يقدر يوجه الملايين، بس خليك حقيقي علشان الحلم ما يتحولش الكابوس. القانون 33: أعرف النقطة الضعيفة لكل شخص. زي الطبيب اللي يعرف مكان الوجع، انت كمان لازم تعرف مفتاح كل إنسان، بس اوعى تستخدمه إلا لما تكون مستعد للعواقب. القانون 34: خليك فريد. اللي بيقلد دايما بيفضل في الخلف. خلي بصمتك مختلفة، طريقتك مميزة، حضورك لا ينسى. العظمة مش في الكثرة، العظمة في التميز. القانون 35: ابقى فن توقيت. الخطوة الصح في الوقت الغلط بتضيع مجهودك. الوقت مش دايما معاك، بس اللي يعرف يستناه بيكسب أكتر من اللي يركض. القائد الحقيقي بيشم ريحة اللحظة قبل ما توصل. القانون 36: تجاهل اللي ما يستحق. مش كل معركة تستاهل تعبك، ساعات التجاهل انتصار. اختار معاركك وسيب التفاهات للي عايز يضيع وقته. الهدوء مش ضعف، الهدوء وعي. القانون 37: اصنع عرضاً يبهر العقول. الناس بتحب الصورة قبل الفكرة. قدم كل حاجة بإبداع، بخيال، بأسلوب يسيب بصمة. اللي يقدر يبهر يقدر يوجه. خلي حضورك دايما مشهد ما يتنسيش.
القانون 38. خليك زي الناس بس فكر بطريقة مختلفة. ما تبانش غريب بس خليك مميز من جوه. اتحرك وسطهم كواحد منهم، بس خليك دايما شايف الصورة اللي محدش شايفها. الذكاء هو إنك تكون استثنائي من غير ما تبان. القانون 39. حرك المية عشان تعرف الأعماق. ساعات لازم تستفز اللي قدامك بلطف، تشوف حقيقته، نواياه، نقاط ضعفه. الهدوء الطويل ممكن يخبي العدو، لكن الموقف الصغير بيكشفه. القانون 40. انسي المجانية. اللي ببلاش بيقلل قيمتك. ادفع أو خلي الناس تدفع لك علشان يحسوا إن اللي بتقدمه يستحق. القيمة بتبدأ من الإحساس بالندرة. القانون 41. ما تمشيش ورا خطوات الكبار، اعمل طريقك. التاريخ بيحترم اللي بدأ جديد، مش اللي نسخ القديم. خد الإلهام، بس خط بخطواتك. القائد الحقيقي بيخلق أسطورته بنفسه. القانون 42. لما تسقط الرأس، الجسد بيتفكك. في أي نظام لو عايز تغيره، ابدأ من الرأس. دي قاعدة في السياسة والإدارة وحتى في نفسك. لو غيرت الفكرة الأساسية، كل شيء حواليك هيتغير. القانون 43. كسب القلوب أهم من كسب المعارك. الناس مش بتفتكر مين كسب الجدال، لكن بتفتكر مين حسسهم بالأمان. القوة في المشاعر مش في السيطرة. اللي يمتلك القلوب يمتلك العالم. القانون 44. اعكس المراية. اللي يهاجمك استخدم طاقته ضده. خليه يشوف نفسه فيك فيتشتت، زي المرايات اللي ترد الضوء. القوة أحياناً في رد الفعل الذكي مش الفعل نفسه. القانون 45. ما تتغيرش بسرعة. الناس بتخاف من التغيير المفاجئ. خليك تدريجي. خلي كل خطوة محسوبة. التطور مش سباق، ده بناء طويل النفس. القانون 46. ما تبينش إنك كامل. الكمال بيخلق حسد. سيب دايما مساحة نقص بسيطة، تخلي الناس تحبك مش تغار منك. حتى الملوك كانوا بيغلطوا قصدا علشان يفضلوا بشر. القانون 47. ما تندفعش بعد النصر. أكتر لحظة خطر هي لحظة النجاح. بعد الفوز ارجع خطوة، راجع، راقب، وخلي تواضعك درعك من الغرور. القانون 48. خليك زي المية. آخر وأعظم قانون. اتعلم تكون مرن، تتشكل من غير ما تتكسر. اللي بيقاوم كل حاجة بينكسر، لكن اللي يعرف يتحرك بانسيابية بيكسب دايما. خليك زي المية، تمشي بين الصخور من غير ما تنكسر عليها. الخاتمة. وبكده تكون الرحلة وصلت لنهايتها. رحلة بدأت من أول قانون، وتعلمنا فيها إن القوة مش دايماً سلاح، ولا لعبة لازم تكسبها بأي تمن. القوة الحقيقية مش في إنك تسيطر على الناس، لكن في إنك تسيطر على نفسك. تعرف إمتى تمسك وإمتى تسيب، إمتى تتكلم وإمتى تسكت، وإزاي تكون حاضر من غير ما تكون ظاهر. اللي فهم القوانين دي مش علشان يستخدمها في الأذى، لكن علشان يبقى واعي، يحمي نفسه ويعرف الناس على حقيقتها. لأن في النهاية القوة مش غاية، القوة وعي ومسؤولية واختبار حقيقي لإنسانيتك. فلو وصلت للنقطة دي، فأنت عديت نص الطريق نحو الوعي. الجزء ده مش مجرد نهاية، ده بداية جديدة لحياتك ولتفكيرك ولنظرتك لكل شيء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، علشان اللي جاي مش مجرد كتب أو قوانين. اللي جاي رحلة أعمق في فهم النفس والناس، رحلة الوعي والقوة